خير يا درويش، ايه اللي جابك من البلد؟ ولد ابو يعقوب ضربوا خالك امبارح ووقع قتيل يا جرحي. يا مراري يا مراري، طار تاني يا درويش. مش قلنا خلاص نبطل جهل ونعيش في امان؟ عاوزنا نطاطي لولد ابو يعقوب يا جرحي ونسيب لهم ارضنا وارض جدودنا؟ طب وجاي لنا ليه؟ مش انا سبتلكوا البلد بالارض باللي فيها عشان ما يطونيش الدم؟ ده مش بخاطرك يا اخوي، غصب عنك. دمنا واحد ودم خالك متعلق في رقبينا. ولو انقتلت ودخلت السجن يا فالح، عيالك مين اللي هربيهم؟ ليهم رب اسمه كريم، ربنا ما بينساش حد. ربنا ما قالش نقتلوا بعض، البلد دي فيها قانون ياخد حقنا. خليك انت بعيد يا اخوي، خليك بعيد. انا جيت بس عشان اقول لك ابقى خلي بالك من ولد اخوك لو جرالي ايتها حاجه. وعلى ايه المرار ده كله؟ ما تجيبي ولادك وتيجي تقعد هنا. ما بقاش ينفع خلاص، يلا شوف وشك بخير. خليك فاكر يا درويش الكلام اللي قلتهولك، بلاش الدم. خير، بعت لي عايزني في ايه يا فرج؟ عاوزك تبعتي لي الفيديو اللي صورتيه في المركب. انا ما عنديش غير الصور السيلفي. قول كده بقى. انت بقى عايز ترفع الفيديو اللي انا وانت تصورناه علشان تستفيد من 75 واحد الفولورز اللي عندي؟ ده انا عاوز الفيديو بتاع الراجل اللي بيرموه في الميه. بتهزر بقى؟ انت جايبني المشوار ده كله وتعالي يا شروق وبسرعة يا شروق، عايزك في حاجة مهمة أوي يا شروق، وفي الآخر تقول لي الفيديو بتاع الراجل اللي بيترمي في المية؟ وفي حاجة أهم من كده؟ وأنا اللي افتكرتك حسيت بيا وقلت أخيرا بقى الواد هيقول لي نرتبط وأغيظ خطيبي بيك. لا الله يبارك لك، أنا مش ناقص حواراتك اللي بتتخيليها دي. ريحيني وابعتيلي الفيديو دلوقتي، هاخد تليفون من حد صاحبي على مركب هنا وتبعتهولي. مش عايزني كمان ابعتهولك على تليفونك؟ وجاي لك قلب تخلي راجل غريب ياخد رقمي؟ ارحمي اهلي يا ست، انا تليفوني اتسرق مني. فرج الكينج بيتثبت. لا خلاص بقى، ده نرجع لخطيبي. لا لا الله، اللهم طولك اروح. ماشي ارجعي له احسن. استني بقى اروح اجيب التليفون واجيلك. فرج استنى بس يا فرج، اصل في حاجة تانية انا ما قلتلكش عليها مهمة. حاجة ايه؟ الموبايل عندي يعني كانت المساحة بتاعته مليانة قوي يا اخويا، وقلت ان الفيديو ده بقى ملوش لازمة فمسحته. الله يخرب بيتك، وازاي تعملي كده؟ يوه، ما انا كنت بعتهولك يوميها وما كانش ليه لازمة بالنسبة لي. وانا كمان موبايلي اتسرق، يعني كده الفيديو بخ. اتصرف ازاي انا بقى دلوقتي؟ يا ابني خلاص بقى، انت بتدور على المشاكل بايديك كده، ربنا بيبعدك عن الموضوع يا فرج. مش لازم تفضل انت تروح له برجليك بقى. يعني اسيب حق الراجل اللي اتقتل ده يابا؟ يا عم وانت مالك، هو كان من بقية اهلك. فلاسة، احترم نفسك. فرج اخويا عنده مبادئ وقيم وشخصية منفصلة عن الواقع. طب انا عاوزكم تفكروا كده، لو انا اللي كنت مكان الراجل اللي اتقتل كنتوا هتسيبوا حق يضيع؟ بعد الشر عليك يا ابني، انا عارف اللي انت حاسس بيه يا فرج، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيلة. احنا غلابة يا فرج ومش حمل الناس دول يا ابني. احنا غلابة يابا، بس قلبنا عافي. طول ما احنا صح مش هنخاف من حد. والناس دول بقى انا طاري معاهم كبر، لانهم خدوا تليفوني وكل اللي كان في محفظتي. ايه ده؟ خدوا الفلوس اللي كانت في محفظتك؟ لا ما كانش معايا فلوس يا اختي، دول شوية صور كده المراكب قصتهم من المجلات وشلتهم معايا. انا عندي فكرة ما حصلتش. ننزل على النت خبر ونقول الى الاساتذة العصابة اللي خطفوا فرج اخويا، احنا مش هنعمل لكم حاجة خلاص، المسامح كريم، بس بعد اذنكم ممكن ترجعوا المحفظة وصور المراكب. طب وبالنسبة للموبايل؟ ما هو علشان ناخد حاجة لازم نسيب لهم حاجة يا ذكي. لا ده انت فلاش عداكي، والله انا خايف لما تتجوزوا كده تجيبوا لنا طفل خارق للذكاء. بقى كده صاحبي كده. طب ايه رأيك بقى ان فلاش اللي مش عاجبك ده هو اللي قادر يرجع لك الفيديو اللي اتمسح من موبايل الشروق؟ يا عم بطل نخع بقى، بقول لك البت مسحته يعني خلاص ما بقاش ليه اثر اصلا. يا ابني افهم افهم، انت معاك دكتور خبير في الموبايلات، في برنامج بيرجع الفيديوهات اللي اتمسحت من على الموبايل تاني،
والبرنامج ده انا محمله عندي. انت لو بتتكلم بجد ورجعته وعهد الله هسميك فلاشة العالمي. والمصحف هيحصل. ده انا رجعت فيديوهات كتير قوي كنت مسيحها. استنى عندك. حد بيندهلي؟ يبقى انت يا فلاسة اللي رجعت الفيديو اللي انا كنت نايمة فيه وبسخر بعد ما مسحته من على التليفون. مش وقته بقى مع الهبل ده. يلا بينا يا فلاشة، يلا بينا نلحق البت شروق. يا شروق اسمع الكلام، هات التليفون هنرجع الفيديو واديهولك، ومش عاوز اشوف وشك تاني يا ستي. لا يا فرج، انا عارفه الحركات دي. بقى انت عايز تاخد تليفوني عشان تنقل الصور بتاعتي وتعمل لي يا اخويا برنامج تجسس على الواتس. واعمل لك تجسس ليه يا مهمه يا بنت المهمين يا خطر على الامن القومي؟ يا فرج انا ما بديش موبايلي لحد. يلا بقى من هنا علشان ده مكان اكل عيش. يا بنت انت محسساني انك شغاله في سوبر ماركت، ده كوافير. طب يلا يا خفيف منك له بقى، بدل والله ما خلي الستات دول يظبطوك. يعني ده اخر كلام عندك يا شروق؟ ايوه يا فرج، ويا ريت بقى ما اشوفش وشك هنا تاني، ها؟ علشان انت بقى ما بيجيليش من وراك غير المشاكل. ماشي يلا يا فلاش، بس ليكي رؤى يا شروق. خلاص بقى فرج، الموضوع شكله كده عمال يتقفل من كل حته. سلمها لله بقى وانسى. ونعم بالله، بس لازم برضك اعمل اللي عليا. وانت كده يعني ما عملتش اللي عليك؟ ده انت عملت اللي عليك وزياده. ده انت كنت هتروح فيها يا عم. لسه ما جابتش اخرها يا فلاشه. انا صورة الراجل اللي اترمى في الميه ده مش عايز تضيع من دماغي يا جدع. يا عم فرج، طب بلاش عشان خاطرك انت. ابوك الراجل اللي كان بيترجاك من الدنيا انت واختك. ابويا هو اللي رباني على كده يا فلاشه، قال لي لما تشوف الغلط ما تقولش انا مالي، لازم تغيره. انا مستغرب انه موافقكم وعاوز يغير اللي رباني عليه. المره دي الموجه عالي يا صاحبي، موجه عالي، لازم تتطيله. باذن واحد احد فرج الكينج عمره ما هيتطل حد. انا زي النخله يا صاحبي، فروعي عاليه في السما. أنكل شريف، في حاجة عايزة أتكلم معاك فيها. اتفضلي يا هايدي حبيبتي. هو أنت مصدق إن بابي ينتحر عشان بيمر بأزمة مالية؟ طب إزاي؟ بصي يا هايدي، محسن في الأيام الأخيرة اتعرض لخسارة كبيرة قوي ومرضيش يعرفك عشان ما تشيش همه، وكان بيستلف مبالغ كبيرة جدا مني عشان يفضل معيشك في نفس المستوى وما تحسيش بإنه فلس. يا سلام يا محسن، كان أب عظيم. إزاي بس الكلام ده؟ بابي عمره ما خبى عليا حاجة. يا حبيبتي محسن اضطر يبيع لي نصيبه عشان يعرف يصرف عليكي كويس. يعني إيه؟ لا تقلقيش يا حبيبتي، أنا مش هتخلى عنك أبدا. أنا لما قلتلك تعالي الشركة عشان تفرحيه، أنا ما كانش عندي مشكلة إطلاقا إنك تشتغلي معايا كمان. شوفي يا حبيبتي، أنا أهم حاجة عندي أبوك يكون مستريح في قبره. أنا مش مصدقة الكلام ده. عندك حق، وأنا مش هقدر ألومك على تفكيرك، بس نعمل إيه؟ هي دي الحقيقة. بص يا حبيبتي، ده تنازل من محسن عن نصيبه في الشركة. بابي إزاي يعمل كده؟ مستحيل بابي ما يقوليش حاجة زي دي. يا هايدي، ساعات الواحد ممكن يغير مبادئه ومعتقداته عشان الناس اللي بيحبهم، ومحسن كان بيحبك قوي وعشان كده كان نفسه يخليكي ما تحسيش بضعفه، لكن واضح بقى إنه ما قدرش يقاوم الديون فعشان كده انتحر. حتى لو ده كان حصل، انت ازاي تتخلى عنه في لحظة انكساره؟ ازاي توافق انه يبيع لك حاجته اللي تعب فيها؟ ده بابي كان بيحبك قوي وبيثق فيك ثقة عمياء لدرجة ان الناس كانوا بيفتكروكم اخوات. ده انا كانت بتيجي عليا اوقات كنت بغير من حبه ليك. انا متأكدة انه لو كان عايش كان هيغير رأيه فيك. عن اذنك ركزوا بقى معايا كويس في اللي هقوله. دي شروق وده خط سيرها كل يوم. بتخرج الساعة 9 الصبح، تروح السوق تجيب طلبات البيت، وترجع الساعة 11 تفطر وتنزل على الكوافير. تفضل جوه الكوافير لغاية المغرب وبعدين تروح على بيتها. احنا بقى لازم نغفلها في التليفون، والمكان اللي هينفع يا إما في السوق يا إما في الكوافير. حسب حس الأمني أنا شايف إن السوق هو أنسب مكان نسرقه فيه. ما تقولش كلمة نسرقه دي يا جرحي، احنا مش حرامية. أمال كلمة نغفلها دي إيه يا أخ فرج؟ مش بيقولك يا بنت القانون لا يحمي المغفلين؟ يبقى احنا هنغفلها عشان ما نبقاش عملنا حاجة ضد القانون. نرجع بقى لمرجوعنا، تفتكروا أنهي وقت أنسب؟ أنا شايف إن أنسب ميعاد هو وقت الفطار ده، عشان بس نلحق ناكل لقمة معاه.
طب ما نروح في الغدا احسن يا صاحبي، وابو المره نحبس بكوبايه شاي عندها. احنا هنهزر من اولها يا جدعان. لا ما انا كنت بس يعني افهمني. كنت ايه يا عمور؟ كنت عايز تروح تفطر معاها وانا زي اللطخه سكتلك؟ مش واخد بالك انك خاطبني طبعا، ومش بتفكر غير في انك تخني يا وغد. عليا النعمه هخبط دماغكم انتوا الاتنين في بعض. خلوني اخلص واوصل للتليفون وبعدها هقطع علاقتي بيكم. خلاص ما علينا يا اخ فرج. المهم هي فين الخطه؟ خطه ايه يا بنتي؟ ما احنا قلنا كل حاجه. يا سلام، انت شكلك جديد في عالم الجريمه. طب اسمع بقى من مها ظريف وانت تفهم. بما اني مشاهده جيده للافلام الاكشن، اولا لازم اسماء سريه مستعاره لكل واحد فينا. وده ليه بقى ان شاء الله؟ علشان لو حد فينا اتمسك يا زكي. طب ده اولا. في ثانيا ولا نتوكل على الله وننجز بدل ما يجيلي غلطه؟ للاسف في ثانيا. هنحتاج اننا نتنكر، لان البت اللي اسمها سروق دي اكيد عارفه تفاصيلنا. ايه الحلاوه دي؟ الله عليك يا خطيبتي يا ام دماغ الماظ، ده انا لازم اكتشفك. هتكتشفها؟ هتعمل ايه بقى؟ هتخليها تقدم في برنامج ذا فويس للحراميه؟ يا عم بلاش احباط بقى، والله العظيم اختك دي اول مره تقول حاجه تعجبني. ايه ده؟ انا مش قلتلك امبارح ان شكل التسريحه اللي على جنب حلوه وقلتلي كلامك عجبني؟ معلش يا جرحي، معلش ناولني كده خرزانه من عندك. لا خلاص انا اسفه. اتفضل كمل. بص، فلاشة هيبقى اسمه مسرة، ومها سانتا تريز، وانا عبود، وجرحي هيبقى شبرا الخيمة. اشمعناني اللي بعيد قوي كده؟ حظك بقى. اهم حاجة مش عاوزين لفت انتباه، كله يبقى طبيعي. مفهوم؟ مفهوم. يبقى اتكلنا على الله.